قسم بالله اليوم مفروض تفتخر، كانوا رجال. شوف إلى وصلوا إلى هذا الوقت، إلى آخر دقيقة، والله مفروض تفتخر بهذا المنتخب. بسم الله الرحمن الرحيم. اكيد فخورين بهذا المنتخب، بس في بيوت عوائل سورية عم تبكي هلا. في ناس ناطرة فرحة صار لها 7 سنين، في اولاد، في اطفال، في لعيبة رغم كل الظروف عم يلعبوا. ارضية ما في، عم نلعب بلا جمهور، عم نلعب بلا شيء، عم نلعب بس البلوزة اللي لابسينها، بس للعلم. شو بدي اقول لك اكثر من هيك؟ عملنا كل شيء بكرة القدم، ما قادرين نعمل اكثر من هيك. ما حدا قصر من لعيبه، ما فيني اقول على لاعب قصر، كلهم كانوا رجال. يمكن رب العالمين ما قدرنا نفوز، اكيد له بمشيئته شيء، بس حرام هيك لعبه، حرام. كلكم شفتوا عملنا كل شيء، ما عاد تدخل طابه، ما عاد بدها تدخل. ما بعرف شو بدي احكي، ما بعرف. اكيد فخورين بهيك رجال. بتمنى الناس ما تنسى هاللعيبه، ما تنسى 23 لاعب اللي رفعت راسها. صدقني يمكن لاولاد اولادنا نحكي لهم عن هيك لعيبه، وعن الشيء اللي عملوه، من ابراهيم عالمه لعمر السومه لفراس الخطيب لمرديك مردكيان للمواس لكل الناس. اليوم كانوا ورده بين مجموعه الصخور، بس سبحان الله قدر الله ما شاء فعل. ما في اقول اكثر من هيك. اكيد رب العالمين شايف وادرى مني. كنت بتمنى انه ننصف، بس لو كانت كرة القدم رجال بس، لكن بس كنا اخذنا، بس نحن تقدمنا عليهم وكنا فايزين بارضهم 1-0، كنا احسن منهم. ما بعرف شو بدي اقول لك، الحمد لله على كل شيء. شكرا. على كل حال هذا كان رأي أحد المشجعين. أنا يعني لست من أنصار التباكي أو الحزن، لأن الفريق فعلا فريق يعني أدى أكثر مما كان منتظر منه، ووصل أبعد مما كان متوقع منه، وأعتقد أنه فريق يستحق التقدير، يستحق تقديمه، ويستحق الحفاظ عليه والعمل على تطويره. يجب أن نستفيد دائما من مثل هذه المواقف في